السلام عليكم تعالى وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. موضوعنا اليوم: لماذا يضرب بعض الشيعة أنفسهم في عاشوراء؟ القصة وراء اللطم والتطبير. مع حلول عاشوراء تظهر مشاهد تثير الكثير من التساؤلات حول العالم. مواكب حزينة، أصوات النحيب واللطم على الصدور، وفي بعض الأماكن يظهر ما يسمى بالتطبير، وهو إحداث جروح في الرأس بالسيف أو أداة حادة عند بعض الجماعات الشيعية. لكن ما خلفية هذه الظاهرة ولماذا ظهرت؟ يربط الشيعة هذه الطقوس بذكرى مقتل الحسين بن علي في معركة كربلاء، حيث يعتبرون أن ما حدث كان مأساة تاريخية ورمزا للوقوف ضد الظلم والتضحية من أجل الحق. فاللطم عند كثير منهم ينظر إليه كتعبير عن الحزن العميق والمواساة واستحضار الألم الذي عاشه أهل البيت بعد واقعة كربلاء. أما التطبير فهو طقس ظهر تاريخيا طقس من الطقوس ظهر تاريخيا في بعض المناطق الشيعية، وتختلف الآراء حوله حتى داخل الأوساط الشيعية نفسها. فبعض رجال الدين يؤيده باعتباره تعبير عن الحزن، بينما يعارضه آخرون ويرون أنه ليس ضروريا وقد يعطي صورة سلبية عن إحياء الذكرى. وهنا يكمن الجدل: هل هذه الطقوس مجرد تعبير عاطفي عن مأساة عمرها أكثر من 1000 عام، أم أنها تحولت إلى ممارسة تحتاج إلى نقاش حول معناها وحدودها، بين من يراها رمزا للوفاء للحسين ومن ينتقدها بسبب طبيعتها الجسدية؟ تبقى عاشوراء واحدة من أكثر المناسبات حضوراً وتأثيراً في العالم الشيعي، لأنها تجمع بين التاريخ والهوية والذاكرة الجماعية. وفي الختام لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.